الترتيب او الاستعداد الفني ايضا للحرب. لكن بس عايز اعرف من سياده الرائد التوجيه المعنوي كان للجنود ايه في الوقت ده قبل الحرب مثلا بسنه؟ كان في تهيئه لهذا الامر؟ كان في شيء مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحاله المعنويه ايضا سعيد جدا بهذا اللقاء اولا، وسعيد باحياء ذكرى 6 اكتوبر مع اخواني الابطال اللي حضروا معايا. احنا الاسعد بوجود ابطال زيكم معانا. الله يبارك فيهم. طبعا الروح المعنويه، احنا طبعا ظروف البر والبر القوات المسلحه بعد كانت قاسيه جدا. بعد 67 كانت ظروف قاسيه جدا القوات المسلحه. بنبني القوات المسلحه بعد الهزيمه 67 بنفس الوقت التدريب القتالي والاستعداد القتالي في ظروف معنويه. فطبعا القوات المسلحه كانت روحها المعنويه مرتفعه جدا، مستنيه اليوم اللي تعبر فيه قناه السويس. انا عايز اقول لحضرتك ان حرب اكتوبر دي فيها دروس مستفاده جدا، وعايز الاجيال تتعلم منها. يعني عايز الاجيال اللي جايه تتعلم من حرب اكتوبر، لان في دروس مستفاده من حرب اكتوبر كتير جدا. القاده كانوا بيقولوا ايه للعساكر في التوقيت ده؟ كانوا ازاي معنويا كانوا بيتعاملوا مع العساكر؟ كانوا بيوصلوا لهم للحاله اللي كانوا فيها في الحرب ازاي؟ ما عايزين يفحموا الروح المعنويه عشان يرجعوا الارض اللي احتلها العالم. فكان الروح المعنويه يعني مرتفعه جدا وعاليه جدا صراحه. يعني نوع الجنود مرتفع، الروح المعنويه مرتفعه جدا.